السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين بألف صحة وخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم البسطيلة ديال الحوت. أول حاجة هنا وجدت الحوت اللي غادي نحتاج. عندي نص كيلو ديال القمرون ونص كيلو ديال الكالامار. عندي 700 غرام ديال الحوت فيلي، وهذوك قمرون كبير باش على التزيين، والجلوف ديال القمرون خليته باش نسلقو ونديرو مع الشعريه الصينيه. هنا وجدت كلشي المقادير اللي غادي نحتاج: الكبار، الكمون، حامضه معصوره، واحد جوج بصلات مشلضات، التحميره، المعدنوس. المعدنوس انا ما تنديرش فيها القزبر، حمض مصير، لقامه ديال الحوت ولا كنور، الهريسه، الملحه، البزار، تومه محكوكه، واحد 4 الفروعه، شويه ديال الزبده. هنا عندي شامبينيون نوار، كارم، وعندي الشعريه الصينيه 2 طروفه. عندي واحد نص كاس ديال زيت البلديه ونص كاس ديال زيت الروميه. اول حاجه غادي نبدا نقلي في الحوت. كل حاجه غادي نديرها بوحدها. غندير شويه ديال الزبده في المقله، وغادي ندير معها شويه ديال الزيت باش ما تحرقش، وغادي نسبق القمرون هو الاول. غادي ندير معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه من الثومه اللي محكوكه. العافيه غادي تكون مجهده باش الحوت ما يطلقش لينا الماء ديالو، وهو راه ما تيطلبش الوقت بزاف، راه 3 دقائق صافي تيكون طاب. واحد الكاسرونه تما حدايا غادي ندير فيها دوك الجلوف ديال القمرون، غادي نخليهم يطبخوا. غادي ندير فيهم الملحه والبزار وشويه ديال الثومه. ملي غادي يطيب القمرون غادي نحطوه في واحد الطبسيل كبير على جنب. هنا غادي نطيب الكالامار. غندير شويه ديال الزبده في ديك المقله وشويه ديال الزيت، وتا هو غادي ندير ليه الملحه والبزار وشويه ديال الثومه. العافيه ما تنقصوش منها، خليوها مجهده سينو غادي يطلق الماء بزاف. صافي ونبقى نحرك فيه حتى تيطيب، راه ما تيحتاجش حتى هو الوقت بزاف. غادي نطرفو حتى هو على جنب. دابا غادي نطيب الحوت فيلي. المقله بيان سور غادي تكون سخونه، ندير معاها شويه ديال الزبده، وغادي ندير فوقو حتى هو شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الثومه. الحوت فيلي تيكون هشيش، فاش نحطوه ما نقلبوهش ديك الساعه، نتسنى واحد شويه حتى يشد راسو من التحت وعاد نقلبوه، سينو غادي تشتت لينا كامل. هنا غادي ندير زيت البلديه وشويه ديال الثومه، وغادي ندير داك القمرون الكبير اللي غادي نخليه عا باش نزين به البسطيله من الفوق. تا هو نملحوه شويه وشويه ديال البزار. صافي ونبقاو نحركوه في المقله. نحاولوا ما نديروش بالمعلقه لحقاش غادي يقدر يتهرس. انا درت ليه هكا باش يبقى مجموع.
دوك جوج بصلات اللي شلت غادي نحمرهم تا هما شويه ديال الزيت. نزيد معاها شويه ديال الزبده تتبننها. داك الماء اللي فيه الجلوف ديال القمرون راه طاب، غادي نخويه فوق الشعريه الصينيه. ودوك لي شامبينيون نوار غادي نخوي فوقهم الماء طايب. واحد 2 دقائق ولا 3 غادي نصفي ديك الشعريه وغادي نقطعها رقيقه مزيان باش ما تبقاش طويله وسط الحوت. دوك الشامبينيون غادي نقطعهم رقاق مزيان من بعد ما صفيتهم. غندير شويه ديال الزبده في المقله باش نسم شويه ديك الشعريه، ما نخليهاش هكاك بيضه. ندير فوقها شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. هنا غادي نبدا نخلط كل شيء. داك القمرون والكالامار غنزيد عليه الشعريه ونزيد دوك لي شامبينيون. الحوت فيلي رانا طرفتو على جنب، ما غاديش نخلطو معاهم سينو غادي يتشتت كامل. غنزيد داك الكبار، حامضه مصيره اللي مقطعه رقيقه، المعدنوس. هانتوما تتشوفوا راه ما تنكترش بزاف باش يبقى داك المذاق ديال الحوت، ما تغلبش عليه المذاق ديال اللقامه. دوك 2 بصيلات اللي مشحرين، ديك الحامضه اللي معصوره، تقدروا ديروا شويه ديال الهريسه. انا درت هنا ديك السودانيه اللي مرقده في الزيت البلديه. حتى الهريسه ما تكتروش منها بزاف باش ما تجيش المذاق مجهد. داك شويه ديال الثومه اللي بقى ليا من الثومه اللي حكيت، الحوت كامل طيبته بالثومه، داكشي علاش ما غاديش نزيد هنا الثومه بزاف. والكمون، تحميره، داك النور ديال الحوت، شويه ديال البزار والزبيته بلديه داك نص كاس. هنا غادي نخلط الحوت مزيان باش يتجانس كامل مع ديك اللقامه صافي، ونخليه يبرد. خاصو يبرد مزيان باش ما يقطعش لينا الورقه. هذه هي الورقه اللي تنستعمل، هي خصها تغطى مزيان باش ما تنشفش، يقيسها البرد عي شويه صافي وتتكرم. غادي نفرش ليها الميكا ونغطيها بميكا بواحد الزيف. وغادي نبقى نهز بالورقه بالورقه. طاوه فين غادي نمونطي هذيك البسطيله راه دهنتها بالزبده اللي موجده حتى هي حدايا مذوبه مزيان.
وهاد الورقه هذه راه سهله، واخا شويه تتقطع ولكن يحاول عليها الواحد راه تجي زوينه بزاف. هي خاصها الزبده راه تذوب فاش تطيب. هانتوما تتشوفوا اي ورقه حطيتها خصني ندهنها بشويه ديال الزبده. هنا راه بغيت نخليكم تشوفوا باش تشوفوا مزيان كيفاش تنمونطيها، ما بغيتش نقطع الفيديو بزاف. صافي هنا غادي نحط شويه من داك الحوت اللي مخلط، نحاول نوزعه مزيان على الطاوه باش يجي في الجناب. دابا غادي نحط داك الحوت فيلي، وغادي نحط فوقو داكشي اللي بقى ديال القمرون اللي مخلط مع الكلامار والشعريه. غادي نحاول نفرقو مزيان من الفوق باش ما تجيش جهه فيها شعريه وجهه فيها الحوت. صافي وغادي نبدا نلمط الورقه وندهن بالزبده. واخا تكون كرمات من الجناب راه ماشي مشكل، راه هي تطيب راه تذوب، ما تتبقاش هاد الورقه باينه بزاف، سيرتو لا عطيتوها الزبده. صافي فاش غادي نكملها كامله غادي نشوف البلايص اللي ما دهنتهمش غادي نزيد ندهنهم. غادي نثقبها بواحد العود باش ما تحلش في الفران اللي غادي يكون شاعل على 160 درجه، شاعل بالفرفاره من الفوق ومن التحت، وشدات لي انا تقريبا جايه لساعه حيت العافيه مهيله. صافي من بعد ما طابت غادي نقلبها في واحد الطبسيل، وكل واحد غادي يزينها كيف ما بغى. انتم تتشوفوا الورقه راه تجي زوينه، تجي محمره ومقرمشه، والبنه ما نقولش لكم راه جات بنينه بزاف. تنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وشكرا على المشاهده، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.